انا متخرجه بقالي سنتين، بس لسه ما اتخطبتش ولا اي حاجه خالص. اختي اللي اكبر مني متجوزه بقالها تقريبا سنتين ونص كده يعني. جوزها راجل محترم جدا وكويس جدا وعاقل ورزين وستايل، حالته الماديه كويسه. كل بنات العيله بصراحه كانت بتحسدها عليه من اول يوم هو ارتبط بيها فيه. هما كانوا زمايل في الشغل. بس انا اختي عندها مشكله ان هي عصبيه جدا، طريقتها في التعامل مع الناس بشعه. يعني ممكن جدا تكون قاعده معانا قدام العيله او قدام صحابنا وجوزها يكون بيتكلم فتتعصب عليه وتزعق له. ممكن مثلا تحرجه وتتكلم باسلوب مش كويس، حاجات بقى زي كده كتير. 100 مرة أروح أقول لها حبيبتي ما ينفعش، مصحش نتكلم مع الناس بالطريقة دي، خصوصا جوزك. الرجالة ما بتحبش طريقة الكلام دي، لازم تحترميه وتديله برستيجه. هي طبعا طريقتها كده كده سيئة طول الوقت، تقولي مالكيش دعوة، انت ما تتدخليش، انا اختك الكبيرة، انا اللي انصحك مش انت اللي تنصحيني، وهكذا. 100 مرة يحصل بينهم مشاكل وتبقى هتوصل خلاص للطلاق. كنت بتدخل بينهم واحاول اصلح، اقول له طب ايه اللي حصل بتاع. بصراحة مفيش مرة اشتكالي منها الا لما فعلا كان يبقى عنده حق وتبقى فعلا هي اللي غلطانة. انا طبعا ما ينفعش اقول له حاجة زي كده، بس كنت قاعدة اقول له معلش اصل هي بس بتتعصب، اصل الضغط بتاع الشغل والحياة والكلام ده كله. بس فعلا حقيقي هو عنده حق، هي فعلا لا تطاق. المهم ان ده كذا مرة كان هيحصل لحد خلاص اخر مرة. الكلام ده كان من سنة ونص. الموضوع بقى جاب اخره، انا اتدخلت وماما اتدخلت، العيله كلها اتدخلت، ولكن للاسف كان خلاص هو جاب اخره منها. وقرروا هما الاتنين ان هما ينفصلوا. وفعلا وحصل الطلاق ويعني هي خدت كل حقوقها والراجل كان محترم جدا معاها وكل حاجه خلصت خلاص. بس انا يعني ما شلتوش من عندي من على الفيسبوك ولا حاجه. فكان في بينا كلام بس على خفيف، لو مثلا في العيد اقول له كل سنه وانت طيب، في راس السنه اعيد عليه، في عيد ميلاده وهو في عيد ميلادي مثلا. ما كانش بيكتب لي بوست طبعا عشان محدش من العيله يتكلم وبتاع، بس كان ممكن مثلا يعيد عليا بتاع. والفتره اللي انا كنت بقعد اتكلم معاه فيها على اختي واحاول اصلح بينهم، هو حس قد ايه ان انا مختلفه، دماغي مختلفة، شخصيتي مختلفة، ما بيعجبنيش كمان طباع أختي. ف يعني حسينا ان احنا متقاربين شوية فكريا وارتاح لي. بس طبعا هو وقتها ما اتكلمش معايا في حاجة خالص ولا انا كمان. المهم ان احنا الفترة الأخيرة دي من سنة كده تقريبا بدأنا نتكلم، يسأل عليا على الفيسبوك مثلا انتي عاملة ايه، اقول له الحمد لله. رجعتي من بره، اقول له اه انا نازلة مثلا مع اصحابي مش عارفة ايه. حاجات كده يعني عادية خالص، ما كانش فيه اي كلام يعني غير الاطار ده اللي هو كأننا يعني just friends يعني اصدقاء بس. وبعدين بدأ ان هو يكلمني في التليفون، طمن عليا الاخبار مش عارفة ايه. حاولت اكتر من مره ان انا اتكلم عن اختي واقول له ان هي نفسيا مش كويسه وان انتوا لو رجعتوا بتاع، هو كان بيقفل الكلام خالص. كل ما اجيب له السيره دي كان يقفل الكلام خالص، ويسال عليا انا او على احوالي، يقول لي بس انا بكلمك عشان حاجه تانية، فايه ما تدخليش في الحوار ده. وانا لقيت انه يعني خلاص ما هو الباب بينهم اتسد، خلاص مفيش داعي ان انا اتكلم في الموضوع. هو بصراحه انا حسيت ان احنا مرتاحين لبعض. هو شخصيته قريبه مني جدا وراجل كويس جدا. اصلا كل العيله كانت بتحسدها عليه. فهو اصلا لو كان مثلا انا اتعرفت عليه قبلها فكان هيبقى من نصيبي انا. بس يعني انا الحقيقه ان احنا ارتحنا لبعض جدا. حسينا ان احنا شبه بعض، كميتنا شبه بعض او كميتنا يعني ظابطه مع بعض، دماغنا واحده. هو هادي وانا كمان شخصيتي شبهه جدا. المهم كلمنا حوالي سنه، من شهر كده تقريبا اتفاجئت بيه ان هو بيقول لي انه عايز يجي يتقدم لي. الحقيقه ان انا اتفاجئت، او يعني ما اتفاجئتش قوي يعني. انا كنت عارفه ان هو معجب بيا، بس بصراحه ما توقعتش ان هو ممكن ياخد الستيب بتاعت الارتباط دي. اصل برضو الموضوع مش سهل. دي اختي دلوقتي عايشه معانا في نفس البيت، فالموضوع مش هيكون سهل ان هو يكون داخل خارج، بيخطبني بنتجوز، واختي كانت مراته. قعدنا اتكلمنا طبعا في الموضوع ده وقلت له الحكايه دي هتكون صعبه، ما اعتقدش ان العيله عندي ممكن توافق اصلا على حاجه زي كده. قال لي انا بحبك، انا معجب بيكي، لو كنت قابلتك قبل ما كنت قابلتها كنا اكيد بقينا مع بعض،
لا ذنبي ان انا مريت بالتجربه دي، ولا ذنبك ان هي اختك. انا بصراحه اقتنعت بالكلام، خصوصا ان هو عمره في حياته ما بصلي اي نظره غير ان انا اخته او اخت مراته طول الفتره اللي هو كان متجوز اختي فيها. فهو الراجل عمره ما لمح لي حتى ان هو ممكن يكون معجب بيا. بس اللي حصل ان احنا دلوقتي بقينا معجبين ببعض وخلاص، هو قصته مع اختي انتهت. قلت له طب اديني فرصه بس هكلم والدتي وبتاع وشوف الدنيا هتمشي عليا. فعلا رحت كلمت والدتي. الحقيقه ان من اول ما قلت لها وهي ما توصتش، طبعا صوتها عالي قد كده في البيت، وقعدت تزعق لي وتقول لي انت خاينه، انت قلت الاصل من قله الرجاله، يعني خلاص ما فيش رجاله تانية في الدنيا عشان تروحي تاخدي تخطفي بقى، دلوقتي بقيت تخطفي جوز اختك ومش عارفه ايه. واختي راحت جت قالت لي انت ايه ده اللي انت بتعمليه؟ اه بقى ده انت بتخونيني من زمان، ده هو طلقني بقى عشان خاطرك، وكلام بقى كده من وحي خيالهم. ونهايه الموضوع ان امي قالت لي لو انت هتتجوزيه، انت لا بنتي ولا انا اعرفك، وتروحي تتجوزيه بعيدة عننا. طب انا دلوقتي بحبه وهو كمان بيحبني، ومش ذنبي ان هي طلعت اختي، ولا ذنبه ان هو اتجوز اختي. خلاص صفحة واتقفلت، ونبدأ بقى على نضيف، نبدأ عادي جدا كأنه واحد غريب جاي يتقدم لي وهيخطبني وهيتجوزني. انا كده غلطت في حاجة يعني انا اسيب الراجل اللي انا تمنيته وحلمت بيه وحب حياتي عشان خاطر اختي؟ وهي لو مكاني يعني كانت هتعمل كده مثلا؟ لو انتوا مكاني تعملوا ايه؟